السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم. يقول الله عز وجل: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، في سورة الأعراف. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني من يصاحب. وقال مالك بن دينار رحمة الله عليه: إنك أن تنقل الحجارة مع الأبرار خير لك من أن تأكل الحلوى مع الفجار. وهنا يعني خلاصة الكلام هذا أنه يتحدث عن الصحبة السيئة من الصحبة يعني الجيدة أو الرائعة أو الصالحة. يعني ونحن في فترة الصيف والتلاميذ راهم دركا في فترة يعني فراغ. وكذلك هذه الكلمات يعني منذ أيام صادفني أني يعني لاحظت واحد التلميذ كان يقرأ عندنا، كان الله يبارك ما شاء الله، كي طالع طلور المتوسط بطل القراية. كي بطل القراية راكم تعرفوا يعني من المنظر برك باين الهيئة تاعو، اصبح يدور مع واحد الذر، اصبح يدور مع واحد الشبيبه، اصبح مع وباين. انا متاكد بلي الطفل هذا لو كان نروح ليه نلقاه اضعف الايمان يتكيف الدخان، واكيد بالجحد وبالضرق على والديه. فسبحان الله يعني التلميذ من في الطور الابتدائي يكون يعني براءه وما شاء الله ونظيف وتلميذ تاع علم وتاع قرايه، يطلع المتوسطه ولا الثانوي يبطل القرايه ينقلب 90 درجه، يصبح انسان يعني وش راح نقول لكم، يعني طريق واحد اخرى. فلذلك يا جماعه اللي عنده ولاده الشارع والله ما يرحم، صدقوني الشارع والله ما يرحم. وراح ننبهكم واحد التنبيه: شوفوا كاين 3 صوالح الطفل فيهم ينجح، واذا كان تجمعوا فيه 3 فيه ما شاء الله، يعني استبشر انه بربي ان شاء الله التلميذ ما يروح حتى طريق واحد. اول حاجه الدين. وكي نقول لكم الدين يا جماعه مش شرط الدين لازم يعود يعني حافظ 60 حزب ويكون إمام في المسجد، لا. الدين وش نقولوا يعني الخلق الحسن والصلاة، وصلاة الجماعة في المسجد، ولو في النهار يروح يصلي مرة زوج في الجامع، بشوي شوي تغرس في نفسه واحد الروح هكذا، واحد التقى. والله العظيم استبشر. وكما قلت لكم مش الشرط لازم يحفظ 60، هذه يكون يحفظ 60 هي ما شاء الله، وكان يحفظ قرآن ما شاء الله، ولكن على الأقل الصلاة والدين. الدين والصلاة راهي تحفظ التلميذ وتحفظ الولد، وراه ربي والله يحفظه. اللي في قلبه دين واللي في قلبه قرآن راح ربي يحفظه من 7 سماوات بإذن الله تعالى، إذا كان الاستمرارية والمحافظة ودائما المرافقة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الرياضة، السبور يا جماعة. تلميذ ولا ابنك دائما علمه سبور، الجودو، الكاراتي، كرة القدم، السباحة، الرماية، الخيل، أي رياضة من الرياضات راح تقتل الفراغ ما تخليش هذاك. وفي نفس الوقت الرياضة يعني الجسم سليم كما يقولوا في العقل السليم، يكون إنسان سبورتيف في مخه تلقائيا راح يبطل من الحوايج هذيك تلقائيا. والأمر الآخر الثالث هو القراية. العلم يا جماعة راهو حاجة مليحة ياسر، والإنسان العالم مش كما الإنسان الجاهل. والعلم يخلي التلميذ يخمم ويفكر ويميز بين الحاجة المليحة والحاجة مش مليحة، خاصة إذا كنت تستمر فيه وإذا كنت انت راك يعني تتبع فيه. فهمتوا؟ يعني هذا من 3 صوالح يا جماعة اهتموا بهم. الدين، السبور، والقراية. ما عليهش راحت لهم من القراية يقعد السبور والدين، راحت لهم من السبور والعلم يقعد له الدين. على الأقل حاجة من الحوايج ماشي في 3 ما كانش. إذا كان ما هم يعني لا الصلاة لا ذكر الله لا قرآن لا حتى حاجة، ماهوش سبورتيف، لا هو في كيب لا في حاجة، هو متعلم حاجة والعلم ما كانش، واش راح توقع منه يا جماعة؟ راح لي يروح الهاوية. فلذلك أنصحكم وأنصح نفسي اللي عنده ابنه يتهلا في هذا مثل الصوالح، راهم والله ضروريين في وكما يقولوا الحافظ ربي هو الحافظ ربي سبحانه وتعالى. ولكن الإنسان يدير الأسباب، ما يقعدش يقول هكذا. لا، مجتمع ما يرحمش، مجتمع يعلم غير الموبقات، مجتمع يعلم غير الخماج. وهاكم شايفين يعني عاد تخرجنا واحد الشاكلات راسك يحبس مع 106 هذه والله العظيم كوارث. راجل قد الراجل يلحق 40 عفوا 20 18 17 سنة يتحول يعني مخنث كما يقولوا. كارثة يا جماعة، كارثة عظمى. حذاري راه دوكا انبطاح، دوكا كثر اللواط كرمكم الله. هي راك ما تسمع، هي اللواط راه كثر يا جماعة، وراه رانا احنا نرجعوا غير للجاهلية. حافظ على ابنك، حافظ على بنتك، الصلاة، القراية، العلم. وش من فايدة راجل قد الراجل ومسطاش كاع قد جمل وبنك رايح فيها سايب ماكش مجايب خبره،
ابنك يتكيف، ابنك كون غير احرش يا خويا. والله كاين ناس دوكا يحوسوا قال لك ابني انا يتكيف برك، المهم يكون احرش برك. راه عادوا خايفين من هذا اللواط هذا ولا 106. والله راهي كارثه، راهي امور جارفه تخلع مع السوشيال ميديا هذه، مع الفيديوهات في التيك توك وفي يوتيوب في الحوايج هذه. راه يتعلم غير الحوايج هذه. عادوا يعني يخرجوا تلاميذ رطب اكثر من بنوك يخرج يدير التحفيف هذيك. بنك داير بناقش، بنك داير سنسله لابس شرط فوق الركبه ومخليه صغير. واش من صغير 14 15 سنه، راه راجل قد الراجل لابس لي شرط قريب برميده، قريب يبان لا باينين كلش. يعني في اخر فيديو هذا راح نذكركم بواحد القصه صرات لي انايا. مره كنت في واحد الولايه من الولايات، يعني لا اذكر الولايه نظرا لهذاك. شوف طلعوا واحد 3 ذراري، 3 يعودوا 16 17 سنه معانا في البيس، احنا هابطين للسانتيفي. هذوك 3 ذراري هذيك قسما بالله يا جماعه، قسما بالله 3 مرات لابسين شورت فوق الركبه بواحد 10 15 سنتيم. كي قعدوا قسما بالله بين قوسين يا جماعه، عذروني على الكلمه دي، اعضائهم باينه في 3. الريسيفور اش قال لهم؟ الريسيفور هذاك اش قال لهم استروا رواحكم ديريكت، احشموا. قال لهم استر روحك يا صاحبي. اقسم بالله في 3 لابسين اشراط. والله يا جماعه استغفر الله، كون عود راح نرقد ما نلبسوش انا الشرط. انا شرط اللي راني لابسه لتحت درك لاحق له الركبه، شرط تحت قشي يعني راح نرقد به لاحق له الركبه ولا فوق الركبه، يعني قريب نعود نصلي به. هما والله طلعوا معنا في البيس لابسين شورت فوق الركبه بقريب 15 سنتيم. يعني انت هذا كيفاش يخرج من دارك؟ هذا يا ولد يا راجل يا امهات يا اباء، هذا كيفاش ابنك يخرج نتبعثه ويروح يدور ما تعرفيش تحكم ارواحنا. شي اللبس هذه تاع الزومل هذه؟ يلبس شورت نعم بوك كلبس، يلبس شورت كالناس ولا يلبس بونتاكور. شنو اللبس هذه تاع الزبل هذه تاع الزومل هذه؟ تعرفش تقوليها له انت؟ راك مو قوليها له وانت روحنا شنو الخماج هذا اللي لابسه؟ انت راك راجل ولا بقره ولا شنو هذا؟ البس شورت كالرجاله وخرج، البس بونتاكور ولا البس سيرفيت ولا البس قندوره. شنو معليش واحد يلبس شورت خارج في الليل راح يقصر لابس قندوره فوقها نورمال، مش يدور قدام الناس ما عليه. هابط الحانوت وعاود يطلع لابس قندوره تحتها شورت فوق الركبه، ما عليه بصح مش يدور قدام الناس. يا جماعه اتقوا الله، راه والله الامور هذه اللي تدي التخنث وتدي الامورات هذيك العلاقه. ابنك لابس شورت فوق الركبه منا يخزروا فيه امراض النفوس، غدوه طيحوها به، وبعد تقول كلاب وحيوانات بشريه. يا جماعه استر ابنك وحافظ على ابنك وربي يحفظكم ان شاء الله. هذه راه نصيحه من اخك لكم اسمه مباركي صلاح. ربي يحفظكم وربي يجازيكم. تولوا في ولادكم، تولوا ولادكم يا جماعه، تولوا ولادكم وربي يحفظكم. اللي راه مشترك في القناه الثانيه، لأن قناتي الأولى أخبار الساعة للتوظيف المسابقات على اليوتيوب، هذه قناتي الثانية إن شاء الله نديروا فيها فيديوهات سجيات اللي ينصحوا بها الناس. بالتوفيق الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.